بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عسلامة خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ليكم وحشه كبيره كبيره كبيره، والله غير توحشتكم. تاملوا باللي من الصباح وانا مع شغل الدار اللي ما بغاش يكمل كاع، وتتناقى الحاله وتقول لك راهي تقعد كيما هكا بصح تعاود تتربل وتولي كيما هي. كي كملت كانت باينت لي غير على رقده، ديك الرقده الاسطوريه تاع اللي تجي من مورا العيد هكاك، راهي في خاطري رقده كيما هاك. قلت ما نرقدش باش نرقد في الليل، مع كي راني نرقد مع شويه العصر نوض مخلطه، وزاد تاني خياتي ما نرقدش في الليل. قلت مادام عندي روتين ولازم له مونتاج، قلت معليش نروح نتلاها معاكم. هذه هي خياتي. اذا كنتي اول مره تشوفي القناه تاعي مالك غير اشتركي في القناه وتفعلي الجرس هكا باش يوصلك اي حاجه ولا اي جديد نهبطو في القناه. وهنايا خياتي كنتو طلبتوا مني الوصفه تاع الكارانتيكا. شوفوا انا تاني كان ما يخرجليش، وانا كون ما نديروش بالكيله تاني ما يخرجليش صراحه. كاين اللي تخدم، كاين اللي الكارانتيكا تخدمو كيما نقولوا عينها ميزانها، كل واحد وكيفه. انايا كون ما نخدموش بالكيله والله ما يخرج لي، يا يخرج لي يابس يا يخرج لي معجب يا يخرج صاريه في حاجه صاريه في حاجه. شوفوا انا ندير كيله نتاع كاران اللي هو حمص مطحون، ونزيد معاه 2 كيلات نتاع ما و2 كيلات حليب. هنا ما كانش عندي الحليب، سما كي ما كانش عندي الحليب قلت ندير 4 كيلات ما، ونزيد عليه لحظه نخون شويه لحظه كون يشوفها راجلي هنايا باللي ديت شويه لحظه. يقول لي خدمي بالحليب، وانا نسيت ما قلتلوش باللي يجيب الحليب وكامل نسيت. وكان فات مني صاي بديت وكاع شغل درت في راسي باللي غادي نطيب كارانتيكا للحشا. انا شوفوا الكارانتيكا ننصحكم تفطروا به ما تعشوش به صراحه، نسيتو صحاب المصران وكاع هو ماشي مليح للحشا. واذا تعشيتي كي شغل لازم تتمشي عليه، لازم تخرجي تتمشي. انا في النهار نضل وحدي على بها كشغل الكاران يبغي اللمه كيما نقول اصلا يبرد صاي ما عندكش، على بها نديرو في الليل كي يكون راجلي هنايا وكاع. هذه هي. قلت لكم ندير كيله تاع حمص وزوج كيلات ماء وزوج كيلات حليب والملح، ومن بعد نخلطهم ونخليهم يريحوا. مع هو الكران يبغي يريح شغل باش يشرب فيه خاطرو كيما نقولوا واحد الساعه ولا ساعتين، نتوما على حسب الوقت اللي راكم باغيين طيبوا فيه. تقدروا تخلوا حتى نص ساعه عادي نورمال. من بعد خياتي كي تجو صاي كي تجو شغل تشوفوا هذاك الوقت كيما نقولوا اللي راح تطيبوا فيه هذاك الكناتيكا، احكموا ديروا ربع كاس ربع كيلة تاع الزيت. الكيلة اللي كنتو عبرتوا بها من قبل ديروا ربعها نتاع الزيت، ومن بعد قبضوا 2 بيضات كيما نقولوا فكسوهم خلطوهم مليح مليح قبل ما تحطوهم في الكران كيما نقولوا في ذا الخليط وكاع. موكو فهمتوني، قبضوا فرشيطه وخلطوهم. هذه هي. وزيدوا عليها 4 حبات تاع فرماج وشويه فلفل اسود شويه كمون. الكمون ما كانش عندي صراحه، هو الكران يبغي الكمون مي ما كانش عندي الله غالب، سما درت غير شويه حبه كحل هذا مكان. بعد قبضوا الميكسر تاعكم وخلطوا مليح 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 هذا مكان. وهنايا اللي طلبتوا مني كاع في القناه الاخرى طلبتوا مني الوصفه تاع المايونيز، ما رانيش نسيتكم والله غير راكو في بالي. ان شاء الله راني نحاول قد ما نقدر بالك هاد السيمانه ان شاء الله نشارك معكم. شوفوا دوك نقول لكم علاش ما درتهاش مع الزيت، راه قريب يخلص. شفتوا الميزانيه تاع الشهر وكامل راكم تعرفوا الزيت راه قريب يخلص، قلت خليني نستحفظ عليه حتى نقضي ضربه واحده هكا. وهي كما تبغوا كما تعرفوا هي تبغي الزيت، سما هي اصلا الوصفه تاعها تاع الزيت. لازم فيها كاس تاع الزيت. قلت خلي حتى نشري الزيت ونشارك معكم ان شاء الله الوصفه. هذه هي. ومن بعد روحت للدوش. الدوش هنايا كان كشغل كيما تعرفوا ركبت كليمه وكامل، وكان فوت لي على الدوش وكاع. سما راجلي واش دار بلع كاع كيما نقولوا بالسيمه البيضاء شغل تبع وبلع كاع دوك الكوانات اللي تهرسوا كاع بلعهم. ومن بعد خرط كاع هذاك الدوش خرطو شعل هايل ولا شعل هايل. دوك خاصو برك الصبيغه، بس راني عارفه بلي ما غاديش يصبغ دروك، سما اصلا الصبيغه لازم لها تاع الزيت وما عنديش الصبيغه تاع الزيت. قال لي خليه من بعد نصبغو، سما وليت نقيته. هذه هي خياتي. فرزت الكوسميتيك اللي خلاص واللي رميته اللي خلاص وكامل، واللي مازال كيما نقولوا مازال كاين درتو كامل في ديك السله. شوفوا هنايا كي كنت نصور شعل نغبت نقول لكم علاه ما عندوش عندي صغير لواحد الدرجه زعما ما تقدريش كاع تتحركي لا هاك لا هاك ما
خير ولا غير صغير، شعل يغبني مي قلت معليش هكاك ونصور معاكم ونشارك معاكم خياتي. بديت هنايا بالقدرة كي شغل كيما تعرفون هذيك هي اللي نسخن فيها الماء وكاع. وهنايا باش تعرفوا بلي الميزانيه صاي نقصت عن تيتوشا. شوفوا المواد تاع التنظيف الكل كمل، الكل اللي كان عندي كمل، بقى لي الايزيز وبقى لي هذه جال جافيل وخلاص عندي. اسمع ما لقيتش حاجه كشغل باش نحك هذيك القطعه باسكو مازال خاصها شويه حك كيما تعرفوا مع النار وكامل تبدا كي شغل دير كيما الحموم من تحت. هذه هي غسلتها وخرتها على جهه كي قال لك لحتها من الطريق، ومن بعد وليت لهاد الباسينه تاني عطيتها هكا غسله. هاد الباسينه تخرج نورمال، هذه بالجافيل بالايزيز بالجل جافيل تخرج تشعل. شوفوا نهار اليوم شعل فرحت بالعين ولا غير شعل فرحت. دوك نحكي لكم كيفاش شغل انا ما نوضش بكري، قلت دوك نوض ما فطنتش حتى 10:30 كيما تعرفوا. قلت لكم الصيف ديفوا العين تجي الصباح ومن بعد تحبس ليه. انا فطنت لقيت 10:30 كيما تعرفوا باش نجي نتقعد وباش نصحصح وكاع بالك حتى 11 وانا نتكسل ونقول دوك نوض على 11 جيت هكا نفتح العين يا ربي غسلت وجهي وحبست. قبضتني واحد القنطه قلت علاه ما نتش الصباح، علاه ما نتش على 8 كملت صوالحي. شوفوا انا اكره حاجه عندي كي تحبس العين ونروح نجيب البوادر اللي نكون معمرتهم. انا نبغي نخدم بالعين الله غالب كاين لي كيفي سبحان الله، خاطرش يكونوا عندي شويه معين نقول خليهم ثما دوك تجي العين قد ما تجي العين نروح نشل لهم ليه. قبضتني واحد الغصه هيا رحت مالا درت فطوري خياتي ومن بعد رجعت كيما نقولوا خملت كامل الشنابر المطار حرفتهم فوق المايده، مسحت الغبره، اسلت شنو نقول لكم كل حاجه ريقلتها رديتها تشعل. هيا وصلت وخرجت للكوزينه. انا كي شغل كي خرجت للكوزينه من العين بدات تسيل. شوفوا واحد الفرحه ويا هكي جيت في الكوزينه سوا رحت شادرت رحت غسلت المواعين اللي عليه. ومن بعد كي غسلت المواعين درت الماشينه تغسل وكي كملت المواعين وليت لهنا للدوش. شنو نقول لكم بلي اليوم قلت لهم صح حسيت روحي مرضيه مع كي نوضت الصباح قلت علاه ما نوضش وشغل قعدت تحرك في قلبي. قلت كون غير نوضت الصباح خدمت صوالحي وكاع وكان على الاقل 10 راني كملت 10:30 11 راني مجمعه. هيا شوفوا النية شوفوا نيتي عشيت كملت كامل شغلي، سياغت غسلت الكسوة غسلت الماعن غسلت البالكو زرت عمرت الماء الحمد لله. ومازالها كاينه العين دروك ولا غير مازالها كاينه كل نهار وبركته. من بعد رحت شيتيت هاد الكانون ولا الريش ولا ما عارفه كيفاه تقولوا له، احنا نقولوا له كانونه كل واحد وكيفاه. ما نجي نهضر بالك ما تفهمونيش وليت نهضر كاع بجميع اللغات باش تفهموني وصاي هذا ما كان. بعد شللته هنايا كان شوفوا حكمها لي شويه بالسيمه البيضاء ما عرفتش واش ندير باش يتنحى ديك السيمه البيضاء. لا تعرفوا قولوا لي في الكومونتير باش نحي له ديك السيمه البيضاء. وهنايا كان طابل كالانتيكا شهيتكم في الجنه. وهنايا كنت بعت العروسه اللحشه تلمو ما نعرفهاش مي سمعت بها جات عروسه بعثت لها لحشه ان شاء الله يجعلها صدقه مقبوله. وتاني هي كانت بحثت لي في الماء نتاوي شويه كاطو يكثر خيرها. ودوك ما عليكم تصلوا في رواحكم وفي وليكم مع السلامه.